في كتير من الرجالة بتسأل: ليه أنا مش سعيد في جوازي؟ ليه مراتي مش زي زمان؟ ليه كل حاجة بقت باردة وجافة وملهاش طعم؟ وساعات يفضل يدور على السبب بره نفسه. لكن الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها: أنا كراجل، أنا المسؤول عن سعادتي الزوجية، مش هي. أنا اللي اخترت بعقلي وبقلبي إنسانة سوية طيبة فيها خير واتجوزتها. أنا اللي اخترت. والمفروض الطبيعي لما اتصرف بشياكة وبرقي وبكرم وبرحمة، أكيد ربنا هيبارك في العلاقة دي. أنا كزوج اللي المفروض بخلق جو صحي، جو تقدر فيه مراتي تطلع أجمل ما فيها وتعيش بأمان وتحس إنها شريكة حياة، مش جارية شغالة عندي في البيت. أنا المسؤول عن الجو اللي بنعيش فيه. تاني بقولها للراجل: الزوج هو المسؤول عن الجو اللي بنعيش فيه كزوج وزوجة. مش الجو المادي بس. الجو المادي ده ممكن تكون آخر حاجة، إنما في جو نفسي، وجو الاحترام اللي بينك وبين زوجتك، وجو الأمان. في زوجات كتيرة جدا بتفقده دلوقتي. لو أعمل تصرفات فيها رقي واحتواء وحب، أكيد الطرف التاني هيرد بنفس المشاعر. لكن لو كنت غليظ في التعامل، او بحقر من رايها، او بهينها بكلمه، او بسخر من شكلها، او ما بقتش اقول لها كلمه حلوه، يبقى ازاي اطلب السعاده وانا بدمرها كل يوم بكلمه او بنظره؟ اللي بيحصل بعد كده ان مراتي مش بتدبل وبس، هي بتتحول، وبتتحول لنسخه تانية خالص، نسخه سيئه. ليه بقى؟ لان دلوقتي ما بقاش عندها طاقه تعطي اي حاجه ولا اي شيء لاي حد، وممكن تبقى فريسه لاي شخص تاني، وانت اللي اديت الحق للكلام ده كله يحصل. لانها فقدت امانها في بيتها واحترامها ونفسها، والكلمه الطيبه ما بقتش تسمعها. وساعتها اكون انا اللي خسرت. انا اللي خسرت كزوج، وخسرت انسانه كان ممكن تطلع لي اجمل حب واجمل حياه، بس انا دفنت ده كله بايدي. ورساله للراجل اللي مفكر سعاده البيت عند الزوجه. رساله ليه بقى الكلام ده؟ مش للست، ده لينا احنا كرجاله. احنا اللي لازم ندفع ثمن سعادتنا بالتصرفات الصح، مش بالسيطره ولا بالغلظه ولا بالاهمال. احنا اللي لازم نحافظ على الانسانه اللي هي موجوده في بيتي وجبتها من بيت اهلها وموجوده عندي في بيتي، علشان نعيش معاها حياه حقيقيه، مش مجرد عشره والسلام. اعرف دايما ان مراتك هي مرايتك. عملت حاجه كويسه، اكيد هي هتعمل حاجه كويسه. لو دبلت، لو انت شايفها دبلت زي الورده كده بالظبط، الست على فكره لو دبلت، راجع نفسك. راجع نفسك لانها ممكن ما تلاقيهاش تاني. ولو انطفت، اسال نفسك: انت عملت ايه؟ ولو عايز تشوف منها اجمل ما فيها او اجمل نسخه ليها، ابتدي انت الاول بكلمه حلوه، بكلمه طيبه، وبكلمه شكر. لان السعاده مش هديه، السعاده نتيجه، والنتيجه دي انت اللي بتكتبها بايدك. وقالوها زمان لو تفتكر، ان الست بتحب بودانها والراجل بيحب بعينيه، وهي دي الحقيقه. السلام عليكم.